عواصف رعدية قوية جدا مسحوبة برياح قادمة إلى الجزائر. قبل بداية الفيديو المرجو من المتابعين الاشتراك بقناتنا لتشجيعنا ولنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. حسب آخر تحديث للنموذج الأمريكي، أمطار عاصفية وقوية خلال يوم السبت على الولايات الغربية، وخاصة بالمدية، شلفت، يارت، بلول، عين نصارى، مستغانم، جلفة، بوسعادة، المسيلة، بريكة، سطيف، وبجاية. وخلال يوم الأحد 26 من أفريل هناك أمطار متوقعة بإذن الله على الولايات الشرقية الجزائرية، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم الخميس ويوم الجمعة أول شهر ماي هناك أجواء غير مستقرة تتكون فوق المرتفعات الجبلية، مع هطول أمطار وعواصف رعدية متوقعة بتيارت وجلفة وبسكر وقسنطين وبجاية والجزائر العاصمة والمشرية وهران وتلمسان ومعسكر وغليزان وعين دفلة وتبازة. وأجواء مستقرة جنوب الواحات وجنوب الصحراء. وتشير التوقعات للنموذج الأوروبي خلال يوم السبت 2 من ماي أجواء مستقرة جنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم الثلاثاء 5 من شهر ماي أمطار وعواصف رعدية قوية جدا تتمركز على المرتفعات الجبلية للولايات الغربية وسط البلاد والولايات الشرقية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة إن شاء الله. هذه تبقى مجرد توقعات بعيدة المدى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. خلال مساء يوم الخميس ويوم الجمعة تتواصل هذه الأمطار والزخات الرعدية على الولايات الشرقية مع الحدود التونسية. نلتقي في نشرة قادمة بإذن الله.